فيلمنا بيبدأ بفتحة تحت المية بيخرج منها كائنات فضائية بتحارب الإنسان، والإنسان بيكون اتطور لدرجة إنه بيصنع إنسان آلي علشان يحارب بيه الكائنات الفضائية دي. وبيكون معانا الاتنين الإخوات دول اللي بيبقوا قاعدين مع بعض وبيهزروا مع بعض وبيلعبوا مع بعض وبيسوقوا إنسان آلي واحد، لأن الإنسان الآلي عشان يمشي لازم يكون يسوقوه شخصين. ومعانا رئيس المنظمة اللي هي بتاعة الآليين اللي بيحاربوا بيها الكائنات الفضائية، وبيكون معانا الاتنين الأخوات دول اللي بيسوقوا الإنسان الآلي الجيجر. وعلشان يسوقوا الإنسان الآلي دوا لازم يتصلوا بذكريات بعض وبيتصلوا بعقول بعض عشان يبقى العقل واحد ويعرفوا يسوقوا الإنسان الآلي الجيجر. وبيحصل إن بيكون في كائن فضائي بيطلع من تحت المية وبيكون قوي جدا، وهم بيعترضوه وبيعرفوا يهزموه لأن هم محترفين في الألعاب القتالية. وبيحاول هو يعني زي ما يقولوا كده يموتهم بس ما بيقدروش. بس وبعد ما هم بيقتلوه بيجي هم يفتكروه مات بس هو ما بيكونش مات، يروح ضارب الأخ التاني بيجي على الشط وبنيجي هنا للعمال دول إن هم بيبنوا سور عشان يحموا نفسهم من الكائنات الفضائية اللي بتطلع من تحت المية. وبنلاقي ان الرئيس جاي ياخد الاخ التاني، بيقول له تعالى، بيقول له اجي فين بس، انا معايا اخويا مات، انت عايز ترجعني تاني للقتال؟ قال له ايوه نرجع للقتال عشان نجيب طار اخوك. وبيسمع كلامه وبيروح معاه وبيقابل البنت الصينية دي او الكورية محدش عارف يا جدعان، وبيطلع علشان ينزل التدريب. بيقابل ناس ان هما بيتبردوا عليه شوية وبيفتكروه جديد، بيقولهم انا مش جديد، انا هنا من زمان. للاتنين دكاترة دول كل واحد بيحاول يكتشف المخلوقات الفضائية بطريقته، اللي بيحاول يتواصل معهم ذهنيا واللي بيحاول يشرحهم. وفيهم واحد بيوصل بالطريقة، وبنيجي للبت الصينية اللي بتبقى عايزة تعلق الواد ده بس ما بتعرفش خالص، اللي هو خلاص موضوعهم انتهى. وبيجي هنا للفترة القتالية، الواد ده بيبقى محترف بيضرب الزملاء كلهم يهزمهم. بس بتيجي البت بتقول انا عايز العب، فاللي زي والدها او الاب الروحي بتاعها بيقول لها ما تلعبيش. بعد ضغوطات منه بيخش عشان يضرب فيها وتحاول تهزمه، لكنها ما بتعرفش وبيجي يهزمها برضه. بس بيقول لها خلي بالك احنا الاتنين مرتبطين نفسيا وعصبيا، بيحاول يثبتها بس هي ولا هنا. وبيحاولوا يرتبطوا نفسيا مع بعض بس يعني الدنيا ما بتظبطش معاهم. بنيجي هنا للدكتور اللي بيحاول يرتبط فيزيكيا للكائن الفضائي، وبيشوف كل اللي بيحصل تحت الماء وبيشوف اللي بيحصل بالفجوة. بيقول لهم انا خلي بالكم ارتبطت بيه ذهنيا وعارف اللي بيحصل تحت المية. هما بيصدقوش، بيقولوا عم روح العب بعيد انت جاي تهزر معانا. وبيحصل ان في كائنات فضائية برضه لسه بتطلع من تحت المية. وبنرجع هنا للإنسان الجيجر اللي هما بيسوقوه الاتنين الإنسانيين دول، وبيحاولوا يمشوا معاه فترة جامدة. والدكتور بيقوله ما جعلنا ارتبطت برضه لازم نرجع ولازم نشوف. فالرئيس بيديه رقم واحد شغال في الحاجات الشمال اللي هما بيحاولوا يدوروا عليها، وبيطلعوا بره. بس بنلقى ان البت دي بترجع للنكسة من وهي صغيرة، الكائن الفضائي قتل امها وابوها. وبيحصل ان هي بتبقى مرعوبة وهي راكبة الانسان جيجر، وكانت هتموت المكان كله لولا هما بيعملوا اخلاء للمكان. وبيحاولوا يفوقوا فيها وعادي خالص بتفوق. بيرجع ده بيقول له انت ايه اللي حصل؟ ما حصلش اي حاجة. بيفتكر ان هو ده ابوها الروحي اللي انقذها زمان من الكائن دوا وعدى الموضوع. وبنرجع للدكتور اللي بيروح هناك للراجل الشمال اللي شغال هناك في الحاجات الشمال، وما بيحصلش اي حاجة وبتعدي الايام. وبيحصل ان في كائنات فضائية طلعت تاني من تحت المية، بيحاولوا الناس دي ان هم ينقذوا الوضع من تاني، لكن هو الوضع بيبقى صعب وبتحصل زي ما تقول حرب كبيرة بيحاولوا ينقذوا الناس فيها. فالقائد بيدي استعداداته للحرب وبيدي النصايح بتاعته وبيقفل المدينة وبيقول كل واحد يتبع نفسه وبيركزوا وبيجهزهم نفسيا وبدنيا واحترافيا. وبينزلوا الإنسانيين الآلي وبيحاولوا يضربوا في المخلوقات الفضائية واحد ورا التاني بيهزموهم. بس في إنسان آلي بيقف، لأن في مخلوق فضائي بيضرب حاجة زي الصعقة اللي هي بتوقف الإنسان الآلي خالص، لأنه هو بيعمل بالكهرباء أوتوماتيكيا. لما بيقف وبيشتغل بالنت فبيقف خالص، كل حاجة بتقف فيه وبيعطل. الوحيد اللي جيجر لما هو بدائي شوية ومن الأوائل الإنسان الآلي، فهو ما بيعطلش لأنه هو ما بيشتغلش بالكهرباء ولا بيشتغل بالنت، وبيتعامل بيطلع جيجر وبينزل الإنسان الآلي. هو والبت بتاعته بيبقوا راكبين الإنسان ومتصلين بيه ذهنيا،
وبيستدعوه عشان خاطر يحاول إن هو يهزم الكائنات الفضائية، وبالفعل بيهزمها. اللي بيكون متفق هو وصديقته بطريقة ديناميكية، فبيحاولوا يضربوا المخلوق، بس المخلوق بيضربهم جامد، وهم في الآخر بيمسكوا سفينة عملاقة بتبقى في المينا وبيضربوا بيها المخلوق، فالمخلوق بيغمى عليه وبيحاولوا يضربوه، بس المخلوق بيهرب منهم وبيجي عند الدكتور دوا. بيبقى لأن هو مرتبط بيهم ذهنيا، فبيلحسوا فيه كده بلسانهم زي ما بيقولوا له انت اخونا وتبعنا، زي انت صاحب البص بتاعنا. بس بيطلع من عند الدكتور بيمسك الإنسان الآلي دوا، بيفضل يضرب فيه ويطير وياخده بيه ويطير، بس الإنسان الآلي بطريقة ما بيطلع سيف من تحت إيده وبيضرب بيها المخلوق، لأنه هو ما بيتعاملش بالقذايف والنار بس، لأ بيشتغل بالسيف برضه، وبينزلوا بيقولهم كويس انتوا أحسنتوا، انتوا بقيتوا كويسين دلوقتي والدنيا معاكوا تمام. وبنجري الدكتور والرئيس المافيا الشمال دوا بيحاول يصحوا إن المخلوقة كانت حامل. لما المخلوق كان حامل بيطلع منها الجنين بتاعها، بيحاول ان هو يلحس في الدكتور بس ما بيطلوش. بس بيجي رئيس المافيا بيقول له انا كنت عارف ان الكائنات الفضائيه دي ملهاش اي لازمه وانا اقدر اموتها ومش هقدر. وراحت بلع رئيس المافيا كده وماتت على طول، لانها ما بتعيش دقيقه لما بتطلع من الرئتين بتاعتها لانه لسه جنين. بص اللي هو بيتكلم البطل بيقول له خلي بالك، انا قالوا له ما تركبش الجيجر تاني، بس انا برضو لازم اركب الجيجر لان انا الوحيد اللي كنت مرتبط بيه وانا اللي كنت بلعب بيه، بس لا مؤاخذة انا اللي كنت بقاتل بيه، بس انتوا اللي مش هتعدوا وانتوا اللي مش هتيجوا، وعاد الكلام مش هيحصل اي حاجة. ويخلص الموضوع بتاعهم والسياق التاني بينتهي، وبيجي عند الاتنين دكاترة اللي هم كانوا موجودين بيقولوا لبعض ان انت لازم ترتبط نفسيا بالمخلوق، وهيمسكوا مع بعض ويرتبطوا نفسيا. وبيجي للرئيس الرابطة بتاعة المقاتلين الإنسان، ويطلع يركب الإنسان بتاعه عشان خاطر هو رايح يرتبط بيه ويضرب، لأنه هو هيقدم نفسه ضحية علشان يفتح الفجوة بتاعة المخلوق من تحت، لأن المخلوقات عشان تطلع فيه فجوة لازم تطلع بيها. بيسيب الابن أبوه لأن أبوه متعور، وبيركب مكانه رئيس المنظمة اللي هما بيقاتلوا فيها. وخلاص معانا بيحصل قتال، والقتال بيبدأ خالص مع الرئيس المنظمة اللي هو بيضحي بنفسه عشان خاطر يفتح الفجوة. بيكون الولد بيموت، هو ابنه بيقعد يعيط عليه، والده بيقعد زعلان فترة ان هو ابنه فقده. وعادي بتحصل الحرب من تاني وبتقوم، وما بيحصلش اي حاجة، وبخالص بتعدي الايام مع مقاتل جيجر. وبيحصل ان المقاتلين دول بيضربوا كائن فضائي علشان يفتحوا بيه الفجوة. أول ما الكائن الفضائي بيموت بيحطوه على وش الفجوة، أول ما بيحطوه على وش الفجوة فالفجوة بتفتح معاهم، وبينزلوا عشان هم عاملين خطة علشان يرموا القنبلة النووية في المستعمرة بتاعة الكائنات المخلوقات الفضائية اللي محتلية الأرض، بس محتلية عن طريق البحر. وبتبدأ الدنيا معاهم، وبينزلوا عند البركان اللي هو موجود هناك مكان الفتحة اللي بيعدوا منها للكائنات الفضائية اللي موجودة عند البحر. بس بيكون معانا الأب دوا اللي بيبقى زعلان على ابنه، لأن ابنه موجود هناك مع رئيس الرابطة علشان خاطر اللي هو بيكون بيضحي بنفسه علشان يفتح الفجوة للاتنين مقاتلين عشان ينزلوا تحت. أول ما بينزلوا تحت من الفتحة بيوصلوا عند الكائنات الفضائية اللي موجودة هناك. إلا أول ما بيوصلوا للفجوة بيكون إن الراجل ده بيطلق البنت زميلته اللي بتطلع بمركب فوق على البحر، وبتوصل هناك سليمة. بس المشكلة عايزين يفعلوا القنبلة، لازم يفعلوها يدويا لأن الإلكتروني عطل. فبيطلع ده من الصندوق بتاعه وبيفعلها، وبيطلع في اللحظات الأخيرة الصندوق بتاعه بيطلع على المية. أول ما بيطلع كده بتنفجر القنبلة، وبيدمروا المستعمرة بتاعة الكائنات والمخلوقات الفضائية اللي بتحاول تستعمر الأرض، بس بتفشل لأن بيكون البطل معانا نجح وفجر القنبلة في المستعمرة.